السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله تكونوا بخير وبأفضل صحة وبأفضل حال. فلوج النهاردة هيكون عبارة بداية لسلسلة انا لسه مسميتهاش، ممكن تلاقوا اسمها في المقطع او في العنوان. السلسلة دي عبارة عن ان احنا هنروح افضل حاجة او افضل 3 اماكن او افضل 3 مطاعم او افضل 3 كافيهات انا زرتهم او انا رحتهم، وهشارككم بيها مرة تانية. ممكن يكون مفيش حد راحها او حد عايز يجرب يروح مكان جديد، فهتاخدوا رأيي فيها وكده يعني. عموما يعني النهارده احنا رايحين ل3 مناطق على البوسفور. خليكم معايا، تابعوا معايا الفلوج ويلا بينا. لازم نتدفى كويس عشان البرد. برد يا ولد، البرد. نلبس الجزمه الاول. تعالوا نعمل لكم موديلنج. النهارده هنلبس هنلبس ذيس بوت ايه، سنيكرز مع ذيس بنطلون مع ذيس بتاع اسمه ايه، نسيت اسمه، بلوفر مع ذيس جاكيت اند وي ار يعني بالظبط كده. طبعا في ناس ممكن تستغرب تقول انت بتلبس ازاي الجزمه في الاوضه، يعني الاوضه متقسمه. بصي موضوع يطول شرحه. خلاص كله زي الفل. ناخد الشنطه ونحن مستعدون. يلا بينا يلا بينا، بسم الله توكلنا على الله. معانا المفاتيح، اضغط على المصعد، كله تحت السيطره. عليكم. الاسانسير طبعا بياخد وقت على ما يستوعب ان ده في دور متوضع على الصفر ويطلع. طبعا انتوا لو تعرفوا من الفلوجات السابقه انا دايما موعود بالسلالم، شايفين؟ دايما موعود بالسلالم، طلعات ونزلات. طريقنا الاول مكان هيكون يا اما بالباص يا اما مشي. احنا دلوقتي هنشوف لو الباص موجود هناخده، لو مشي فاحنا هنمشي. الباص موجود ولكن باين عليه مش هيطلع دلوقتي. قدامه تقريبا مش مكتوب قدامه قد ايه، بس الباص موجود. في ناس قاعده جوه. احنا ممكن نستنى الباص. نحن في حيره، هل نركب الباص ونقعد نستنى ولا نتمشى؟ هيبقى في مشي كتير الصراحه. يعني نسأل الراجل هيمشي امتى يرمي دك. يعني عندنا 20 دقيقة، في 20 دقيقة دي احنا ممكن نكون وصلنا نص المسافة اصلا. صح؟ يلا بينا نتمشى. الجو النهاردة يعتبر مش بارد قوي، يعني درجة الحرارة بين 4 و6، فيعتبر اخف برودة من الايام اللي كانت قبل كده. شايفين الطريق زحمة ازاي؟ يعني لو كان الواحد جيب الباص كان زمان وصل بعد ساعتين ولا حاجة. كويس ان الواحد اخدها مشي. احنا دلوقتي خلاص يعتبر وصلنا. برضو الزحمة، شايفين زحمة الطريق كله زحمة ازاي؟ يعتبر وصلنا. نروح لغاية هناك بعدين نقطع الاشارة، بعدين يكون كده وصلنا محطة ميجديكوي، نركب منها المترو بقى. وصلنا المترو. طبعا محطة ميجديكوي دي تجمع لكذا محطة، يعني هنا بيوديك على المتروبوس وهنا بيوديك على متروهين. مترو ام 2 اللي احنا هنركبه، في مترو تاني اللي هو ام 7 اللي بيودي على كايتانا اللي هي المكان اللي فيه جامعتي اصلا. زي ما انتم شايفين كده ام 2 وام 7. خليني اقول لكم نصيحه، انتوا دايما في مترو ام 2 بالذات او المحطات اللي هي زي شيشلي ميجديكوي، هي شيشلي هي ميجديكوي اصلا، شيشان، تقسيم، الحاجات دي كلها خلوكم دايما حذرين، لانه في ناس بتسرق بالهبل وحركاتهم معروفه. يعني اما شخص جاي وحاطط مثلا الجاكيت على كتفه ويقوم داخل كده وراك ويقعد يفتح الجيب بتاعك وانت مش داري، هو مخبي ايده بالجاكيت اللي على دراعه. او ان هو ممكن وانتوا داخلين المترو يدخلوا كده جماعه كبيره يزنقوكم في البدايه كانه زحمه، وبرده كذلك يقعدوا يفتحوا الجيوب لو معاكم شنطه او شيء، او ان هم يسرقوا من جيبكم عادي، مش شرط شنطه. فخلوكم حذرين دايما بالذات في مترو ام 2. وعموما يعني في المتروبوس هتلاقوا، في كل مكان هتلاقوا، بس خلوكم حذرين دايما في المترو ده بالذات. بعد ما نخرج من المترو ما بنطلعش فوق، لا بنحول من تحت لحته اسمها فهي دي بنحول منها، ودي بقى اللي احنا بننزل فيها لغايه البحر تحت. من هنا الناس بتطلع لتقسيم، احنا هنا ندخل عند المحطه. الحق المحطه هتمشي، الحق ولا اجري يا ولا كده ربنا الحق. لسه في ايه كده كيك. ماشي خش في اللي بعده. دي المنطقة كاملة اللي احنا طالعين لها دلوقتي، ودي اللي هي منطقة كباتاش. المنطقة دي جميلة برضو بس مش ده المكان اللي احنا رايحين له. اهلا وسهلا بيكم في كباتاش.
لسه المنطقه كلها بتتجهز وكده، بس خلاص احنا على البوسفور يعني. ولكن المنطقه اللي احنا رايحين لها هنمشي كده، او ان احنا ناخد الترام محطه بعدين ننزل نوصل للمكان اللي احنا عايزينه. قبل ما نوصل للمكان نصلي اول حاجه العصر عشان اذن علينا واحنا في المترو. هنخش المسجد، يا رب يكون مفتوح. الراجل شافه لقاه مش مفتوح، الله يستر. لا مفتوح بس محتاجين نخلع. ايوه وده لسه بيصلوا. طب كويس نلحق بقى. طبعا ما ينفعش اصلي في مسجد ما صوروش، ما ينفعش. خليكم مع الفيديوهات، خليكم. اهلا، ايوه مع الشمس كده. اهلا بكم في جلطة بورت، هو المنطقه اللي على البحر قريبه من كبتاش. فيها مطاعم كتيره وبراندات كتيره وكافيهات كتيره. وافضل حاجه، لا مش افضل حاجه، هي اسوأ حاجه الصراحه. مش اسوأ، بس فيها سياح كتير، فيها عرب كتير، فيها اجانب كتير، وفي نفس الوقت افضل فيو على البوسفور تقدر تشوف فيها. هوريكم خليكم معايا. طبعا زي ما انتم شايفين الناس كلها اصلا بتقف تتصور كده، كله سياح، كله بيقف يتصور. المنطقه دي كلها كافيهات، مطاعم وبراندات ملابس. لو دخلتوا جوه هتلاقوا براندات ملابس وشنط واحذيه، كل ما تتخيل. واهم حاجه المنظر ده، شايفين كل المنطقه حواليكم. انا كنت خايف جدا ان ما يبقاش فيه شمس، بس كويس سبحان الله ربنا ظهر الشمس. فزي ما انتم شايفين المنظر جميل، وبيبقى افضل واحلى في الصيف. عشان يكون في مخيلتكم قد ايه المكان حلو، الحته اللي هناك دي كلها ده الجانب الاسيوي، يعني ده البوسفور اللي بيقسم بين الجانب الاسيوي وده الجانب الاوروبي. كل ده اللي احنا فيه ده الجانب الاوروبي، وده الجانب الاسيوي. تميز الجانب الاسيوي ازاي؟ من برج التلفزيون اللي هناك ده انت هنا تعرف على طول ان ده الجانب الاسيوي. خلاص وقفت عند البحر، بريتو كل حاجه. تخشوا جوه بقى كل المطاعم وكل الكافيهات اللي انتوا عايزينها موجوده هنا. خلصنا اول مكان، يلا بينا على تاني مكان. طبعا انتوا عايزين تقعدوا في الكافيه اقعدوا، ولا مش هات برا يوك مفيش فلوس. هروح على تاني مكان ولا وهو بيبك. نقدر نروحها باكتر من طريقه. ممكن نروحها بمترو M2 زي ما جينا هنا، وممكن ان احنا نروحها باص. فاقرب حاجه ان احنا نروحها من هنا هو الباص، فخليكم معايا. بيبك تقريبا تبعد عن جلطة بورت ما يقارب النص ساعه، فاحنا هناخد الباص مده نص ساعه تقريبا ونكون وصلنا تاني افضل مكان بالنسبه لي هنا في تركيا. اهلا بكم في بيبك. طبعا الجو في اسطنبول بيقلب في ثانيه، فالجو دلوقتي يمطر، انه يمطر، فاحنا ناخد الاحتياطات. طبعا زي ما انتم شايفين ورايا كل دي يخوت صح، كل دي يخوت. وهي المنطقه كلها على الساحل، ممشى كاملا يعني، هي كلها على البوسفور، مطلة على البوسفور. كل ما تمشي كل ما تلاقي هنا في كافيهات ومطاعم، وهنا بحر البوسفور. تفضل تمشي لغايه لما تلاقي الكوبري، والكوبري ده فيه منظر ليلي كده، بيبقى لونه في اضاءه. خلاص يا عم انسى طالما انت عمال تتهوى. بيبقى في منظر ليلي كده بيضيء، بيبقى لونه احمر فازرق تقريبا، او احمر فابيض مش متاكد. هوريكم المكان، استمتعوا. عشان اوضح لكم الامر اكتر، يعني احنا دلوقتي في منطقه هي كامله اسمها بيبك، وبيبك هي اصلا ورا وكلها منطقه فيلل ومنطقه غنيه يعني، عشان كده شكلها حلو وقريبه للبوسفور زي ما انتم شايفين. المنطقه هنا في مترو هنا بيوصل من محطه ليفنت، المترو اللي احنا ركبناه ونزلنا فيه تقسيم، بننزل فيه وبعدين بنروح لمحطه تانية، ونروح لمحطه تانية، بنركب متروهين عشان نوصل هنا للبحر.
افضل من الباص. انا ما اعرفش انتوا سامعين لي ولا لا، بس اتمنى ان انتوا سامعيني كويس يعني. بعيدا عن بيبك، المنطقه اللي هنا دي اسمها اشيان، هي دي المنطقه اللي بننزل فيها من المترو، وبتمشي تمشي 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 زي ما انتوا شايفين. المكان كله مشي، كله يعني كله مقابل البحر على طول. تفضل تمشي لغايه لما هتلاقي الجسر، وانا هحاول ان انا القط لكم الجسر اول لما يتغير الوانه. الهوا شديد وفي مطر، شايفين في مطر، جو برد. هو ده الجسر اللي انا قلت لكم عليه، ده جسر فاتح سلطان مهمت، اللي هو فاتح سلطان محمد كده بالعربي الفصيح كده عشان ما انتهوش. بما ان الجو بدأ يمطر وهتبقى ابرد، فاحنا نحاول ان احنا نخش اي كافي نقعد فيه لغايه لما الجسر ده يبدأ ينور. رحت جبت كافي سجاد شوكولاته، يعني هوت شوكليت، وشوفوا ايه اللي حصل. نور، اخيرا نور. يعني اتوقع هيبان اكتر لو غيمت شويه، يعني لو جه الليل يعني هيبقى افضل. بعد ما الليل ليل دلوقتي بقى زي تشوفوا في المنظر ازاي، منظر تحفه. جسر في الليل وهو منور كده بالانوار دي تحفه. ممكن تيجوا المكان ده اصلا في الليل، يعني اتوقع في الليل هيكون ليه شكل مختلف تماما عن الصبح، او عن ان هو يبقى في الصبح. وكذلك الكافيهات برضو على اليمين شغاله، والمطاعم كلها شغاله، واحلى قعده هتقعدوها على البحر. خلصنا من المنطقه الثانيه، دلوقتي هوديكم على اخر منطقه اللي هي الثالثه، ولكن هيبقى باليخت او بالسفينه او ايا كان يعني. فشوف لفلفتكم، ركبتكم مترو وباص ويخت. بس خلينا كده بس اعمل حركه سحريه كده، ثواني. صباح الخير. شفت الحركه؟ اوه تهبل الحركه دي. دلوقتي جينا الصبح اليوم التاني، وهنستنى اليخت والسفينه او ايا كان، هنستناها وهنركب. هنروح لثالث مكان، وهو لا خليه مفاجاه. هقول لكم على السفينه. النهارده الجو اجمل من امبارح، خلينا اقول انه النهارده صافي اكتر، مع انه كان في الاخبار ان هو النهارده هيبقى فيه عاصفه ثلجيه. مش عارف الصراحه. عموما احنا مستنيين ده مش ده اللي هنركبه، لا احنا هنركب واحد تاني لسه مستنيين يجي. بس الجو حلو، شايفين؟ مش عارف والله ايه اللي احلى، هل الجو ولا انا طبعا انا بص تقولش حاجه تانية. انا من اجمل المناظر اللي انت تشوفها على البوسفور بالذات هنا في بيبك، ان انت ممكن تلاقي سفينه تجاريه كبيره جدا كده بتمر من قدامكم زي الحلاوه، عادي جدا. تمر من الحته دي زي الفل، عادي جدا. وصل المركب اخيرا، بسم الله. فوق ولا تحت؟ فوق ولا تحت؟ تعالى فوق. افتح يا عم الحاج، افتح. ايوه المركب بتتحرك. تعالوا اقول لكم احنا رايحين فين. احنا رايحين اسكندريه كالعاده، المنطقه المحببه الى قلبي. تقريبا الطريق هياخد من هنا ما يقارب ربع ساعه، فيا رب نلحق بس قبل ما الشمس تغيب. الحق اصور لكم المكان، انتوا عارفينه يعني، عارفين اسكندريه من كل المقاطع، ان انا بحب اروحها دايما. ان شاء الله نوصل بدري ونلحق قبل الشمس. اننا وصلنا قبل ما الشمس تغيب. خلاص اذن المغرب. الله اكبر الله. شوفوا بعد الاذان بقى. كمل لكم بعد الاذان. لا اله الا الله. ايه ده؟ في مسجد خلص ومسجد لا. عموما اهلا وسهلا بكم في اسكندريه، المنطقه اللي عسولة جدا وحلوه وفي كل الاماكن. شايفين يا جماعه الغروب؟ شايفين الغروب مع المكان ازاي؟ والمساجد يا، والمسجد ده انا صورته في فلوج قبل كده، روحوا شوفوه قبل الفيديو ده. اسكندريه الغنيه عن التعريف، في كل مكان هتلاقي كافيهات وهتلاقي مطاعم. وفي مطعم جنب المسجد ده بالظبط اللي هو الصغير، اللي هو احمد شمسي باشا، هتلاقوا فيه مطعم كافي على طول مطل على البحر، يعني بينك وبين البحر خطوتين تقريبا. فده افضل مكان تروحوا له في الاسيوي، وبالتالي مطل على البوسفور. هو مش مطل على البوسفور قوي يعني، هو في الزاويه كده، بس هو برضو يعتبر ان هو مطل على البوسفور. واتوقع هنا ممكن انا انهي الفلوج عشان اروح اصلي. يا ابني خلاص اهو، شكرا. اسكت بقى.
هنا ممكن انهي الفلوج واختصارا لكل الاماكن احنا رحناها. اول حاجه رحنا جالاتا بورت، بعدين رحنا بيبك، بعدين جينا على سكودار، ودي كانت اخر منطقه. ان شاء الله هسيب لكم في الديسكريبشن اللوكيشن بتاع كل مكان انا رحته. وبس انتهى الفلوج النهارده، اتمنى ان يكون الفلوج عجبكم. شكرا انت كملت لغايه دلوقتي. صلي على النبي، نشوفكم في فلوجات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم. بيجي واحد يقول لك الشتاء احلى من الصيف، نفسي امسكه. ماله الصيف ماله؟